لكن الأخبار التي انتشرت قبل قليل في إسبانيا تحدثت عن ياسين بونو، ويمكن أن يكون هو الحارس القادم لريال مدريد. بطبيعة الحال ياسين بونو متواجد في إسبانيا منذ 2012، يعني متعود على كل مزايا ونقاط قوة وضعف الأندية الإسبانية، وإحساسه في كل الملاعب اللي لعب فيها إحساس كبير. ما تنسى ياسين بونو أيضا بنفس مزايا كورتوا من حيث الطول، من حيث تقريبا العمر، عمره 31 سنة ياسين بونو. جرب انه يلعب امام ريال مدريد، جرب يلعب امام نادي اشبيليا، سواء كان مع اشبيليا او مع انديه اخرى، وهذا الحارس تنبأ له اصحاب القرار في براعه حراسه المرمى منذ ان كان عمره 8 سنين، بمعنى نشأ وترعرع وشرب فن حراسه المرمى منذ الصغر، وبالتالي حراسه المرمى ديمومه واستمراريه يا نابغ، بدون الوقوف بين الخشبات الثلاث على طول فترة طويلة لا يمكن أن يكون هناك إحساس. كلما ثبت حارس المرمى كل ما ارتفع مستواه. ياسين بونو مع المنتخب المغربي قادوا بطريقة لن تنسى للمركز الرابع. مزايا هذا الحارس ردة فعله قوية جدا، براعة تامة في التعامل مع ركلات الجزاء، مع الركلات الترجيحية، هادئ جدا، لا ينفعل، ما بنرفز، بيساهم ببث الثقة بين صفوف زملائه، عنده قدرة في التعامل مع الكرات العرضية، عنده قدرة في توقيت خروجه من مرماه في التوقيت المناسب. أعتقد بالوضع الحالي وبالقيمة السوقية له، لأنه قيمته في السوق الآن حوالي 20 مليون يورو، وبالتالي يعني نادي إشبيليا مقارنة بإمكانيات وقدرات ريال مدريد بأمس الحاجة أن يذهب ويحتاج لوضع مالي عالي حتى بيعزز من صفوفه، خاصة وأنه على مستوى الدوري في إسبانيا لم يحقق المطلوب نادي إشبيليا، بعكس احتفاظه بلقب الدوري الأوروبي. يعني ممكن يستفيد إذا راح ياسين بونو بمبلغ محترم مميز أن يعوض بهذا الحارس مجموعة من اللاعبين بيعززوا من صفوفه. ياسين بونو مكسب كبير لريال مدريد، وأعتقد بهذا الإحساس هو نمبر 1 في ذهابه لريال مدريد، لأنه الأقرب والأكثر جاهزية والأكثر إحساسا. وأيضا لا ننسى أن هناك الحارس ديفيد دخيا بدون فريق حاليا. نبقى في إسبانيا وفيها قدم نادي ريال بيتيس لوسائل الإعلام بقية اللاعبين الجدد الذين انتقلوا بكم إلى إسبانيا، حيث بات ريال مدريد في سباق مع الزمن للتعاقد مع حارس مرمى عقب إصابة حارس مرمى البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الأربطة المتعامدة لركبته اليسرى أثناء الحصة التدريبية للفريق الملكي. وجاءت إصابة كورتوا عقب سقوطه خلال التدريب الصباحي للفريق يوم الخميس، حيث غادر ملعب التدريب محمولا وهو يذرف الدموع، قبل أن تتأكد لاحقا خطورة الإصابة التي ستؤثر على ريال مدريد الذي يستعد لبدء موسمه بالحلول ضيفا على أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الليغا السبت المقبل. هذا وستبحث إدارة ريال مدريد في الميركاتو الحالي عن حارس مرمى لتعويض كورتوا. ضربة موجعة للغاية تلقاها ريال مدريد بإصابة حارسه الأول تيبو كورتوا. غياب كورتوا ليس فقط مؤثرا على أرضية الملعب بل داخل غرفة الملابس، بل الحارس الذي يغطي كثيرا على عيوب خط دفاع ريال مدريد. كابتن عثمان، طبعا خسارة كبيرة كبيرة كبيرة، لأنه الإصابة بالرباط الصليبي تعني الغياب ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر، بمعنى موسم كامل بالضبط. لأنه بعد 6 أشهر يريد إعادة تأهيل ويريد إعادة إحساس، لأنه حراسة المرمى تحتاج إلى ديمومة واستمرارية في الوقوف بين الخشبات الثلاث. سأتحدث وأركز أيضا على مزايا هذا الحارس. يمتلك هدوء غريب، هذا الهدوء في تصرفاته في ردة فعله تجعل الثقة تمتد لزملائه في فريق ريال مدريد أو في المنتخب البلجيكي، لأنه بدأ بأحسن صورة مع منتخب بلاده في 2018 نهائيات كأس العالم عندما احتلت بلجيكا المركز الثالث. مع فريق ريال مدريد هذه الميزة الأولى الهدوء، وهي نقطة أساسية. النقطة الثانية طوله الفارع، طوله 1.99 سنتيمتر، أعطته ميزة مع خبرته ودرايته في كيفية التعامل مع حالات الانفراد، وياما شاهدنا انفراد تام بهذا الحارس ينقذ مرماه من أهداف أكيدة. النقطة الثالثة إجادته وبراعته في التعامل مع الكرات العرضية،
سواء من اليمين أو اليسار، وحتى مع المواقف الثابتة، إما ركلات ركنية أو ركلات حرة مباشرة. نقطة مهمة وهي نقطة يتمتع فيها دوما حارس المرمى، وهي ردة الفعل، التوافق العصبي العضلي في التعامل بالضبط مع أي موقف، مع أي تسديدة مباغتة أو مفاجئة. دوما كورتوا موجود. كورتوا في الموسم الماضي نال لقب ليفياشين اللي هي جائزة الأفضل كحارس مرمى بالتأكيد. ساهم في فوز فريقه ريال مدريد بالدوري، بالسوبر، بكأس العالم للأندية، بدوري أندية أوروبا بطريقة مميزة. من الحارس البديل الآن الموجود بالضبط. أندري لونين. مع فريق تشيلسي في المرمى. بالتأكيد الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لرأي كيبا أريزابالاغا إن سمح له تشيلسي بالرحيل. بالتأكيد هل سيرغب في العودة إلى الليغا أم سيفضل الالتحاق بمدربه السابق توماس توخيل مع بايرن ميونخ؟ سامي سهمود من لندن، شكرا جزيلا لك. ولعل من أبرز عجائب القدر أيضا أن كيبا أريزابالاغا كان مطلوبا في ريال مدريد في شتاء ذلك العام، لكن زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي رفض قدوم كيبا أريزابالاغا. شكرا لك سامي من لندن، كنت معنا. عود الكابتن عثمان القريني. الأخبار المنتشرة تحدثت عن كيبا. استحوذ لاعب المنتخب المغربي على عدد من الصحف المحلية والعالمية وتصدرها على مستوى سوق الانتقالات منذ الإنجاز التاريخي للأسود في كأس العالم 2022 بقطر، ولكن منذ ذلك الحين لم يكتب النجاح لأي من الصفقات التي استهدفت نجوم المغرب، وبمعنى آخر لم يصل مستوى انتقالات اللاعبين إلى ما طمحت به التوقعات والتقارير الصحفية. وما إن اقتربت أي صفقة من الحسم إلا وتجمدت أو وجدت لأسباب مختلفة، وكأنها لعنة غريبة تلاحق الإنجاز المغربي. وهذا ما يرصده كرة في السطور التالية. أناحي الاستثناء. بت العز الدين أناحي ظاهرة فريدة من نوعها بين لاعبي المنتخب المغربي، فقد حظي اللاعب بكم هائل من منافسي المنتخب المغربي، وحصل على ثناء لويس إنريكي مدرب المنتخب المغربي السابق، وكذلك ديدي ديشامب مدرب فرنسا. كما تحدث المدرب الفرنسي الشهير أرسين فيغر في استوديوها التحليل عن أناحي، وأشاد بخصالاته الفنية، وأكد أن لديه ما يكفي من الإمكانيات لكي يلعب لمصلحة أي نادي كبير في أوروبا، ولكن عكس التوقعات والتقارير التي ربطته وبمبالغ مالية كبيرة بفرق أوروبية مثل إنتر ميلان ونابولي بالكاليتشو وبرشلونة الإسبانية ومانشستر يونايتد وليفربول بإنجلترا، فقد استقر به المقام لدى نادي مارسيليا الفرنسي. ولم يغادر أناحي الدوري الفرنسي في صفقة لم تتخطى حاجز 10 ملايين يورو قادما من أنجيه، ورغم ذلك كان استثناء بين زملائه من لاعبي المنتخب المغربي بتحقيق هذه القفزة الهامة في مشواره. زياش وأمرابط مصير واحد. كما تصدر ثنائي حكيم زياش وسفيان أمرابط تقارير ربطتهما بالمحطات الهولندية الكبيرة في أوروبا وخارجها، إلى أنهما لم يبرح مكانهما لا بالميركاتو الشتوي ولا الصيفي حتى الآن. وأجهزت صفقة أمرابط في آخر الساعات التي سبقت غلق الميركاتو الشتوي الماضي بسبب غضب رئيس فيورنتينا من تنقل اللاعب المغربي صوب برشلونة ليتفاوض مع المدرب تشافي هرنانديز على الانفراد دون الرجوع لناديه. وكذلك فشلت بنفس الكيفية صفقات حكيم زياش مع باريس سان جيرمان بسبب خطأ على مستوى الخطاب بين تشيلسي وفريق العاصمة الفرنسية، ليواصل اللاعبان لغاية اليوم ربطهما بعديد من الأندية منها فرق بالدوري السعودي مثل أهلي جدة لأمرابط والنصر لزياش، دون أن تكلل المفاوضات بالنجاح لأسباب مالية. بونو يرتدي كافة الألوان، ومن بين عناصر المنتخب المغربي التي تألقت في مونديال قطر وتم ربطها بعديد من الفرق الأوروبية كان ياسين بونو الذي اعترف برفضه عرضا من بايرن ميونخ لتعويض مانويل يورير المصاب في الشتاء المنصرم وتفضيله للبقاء لمساعدة نادي إشبيلية. وتم ربط بونو بأندية مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة وتوتنهام ومؤخرا باريس سان جيرمان، لكنه مثل بقية رفقائه تعثرت مفاوضاته بسبب عوائق مالية وتفاصيل صغيرة. وتقاسم معه بكافة هذه التفاصيل زميله يوسف النصيري الذي جرى ربطه مؤخرا بعديد من الفرق الإنجليزية، وهو الآخر كما تحدث تقارير بشأن عودة أشرف حكيمي لريال مدريد مثل ما هو مطلوب لفريق مانشستر سيتي لتعويض رحيل كايل ووكر المنتقب إلى بايرن ميونخ. وشملت الأنباء أيضا ناصر مزراوي، ولكن وحده اللاعب عبد الحميد الصابري الذي انتقل بنفس الدوري الإيطالي من سامبورديا الإيطالي. لذلك بدا غريبا ألا يستمر لاعب المنتخب المغربي طفرتهم العملاقة بالمونديال عبر صفقات كبيرة ظلت تغذي الصحف وهي بعيدة كل البعد عن أرض الواقع.